الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى اخوات ومتابعين في الدنيا، متابعيني حكايات اليوتيوب، أهلا وسهلا بكم. أنا غادة. اللي ما اشتركش في القناة يشترك، واللي مش عايز يشترك براحته، مفيش أي مشاكل. إن شاء الله عنه ما اشترك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بصوا يا جماعة، طلع علينا أو الفيديو النهاردة عن أحمد موسى. طلع علينا أحمد موسى بتصريح زي الفل. يعني مش عارفه اقول لكم على التصريح ايه، بس نسمع التصريح مع بعض عشان انا مش عايزه انجلط لوحدي. بيطلع علينا احمد موسى بيدلي بتصريح: لقد امضيت. يا سلام، جنيوس الاعلام المصري، برنس الاعلام المصري. امضيت مع عائلتي اجازه عيد الاضحى المبارك في مدينه العلمين، مدينه الجمال والشواطئ المتميزه والمياه الصافيه والهواء النظيف. بصوا بقى، مصريون من كل المستويات، مصريون من كل المستويات جاءوا لقضاء أجازة العيد. يا كذاب بقى، المصري يعني بلاش كل المستويات، يعني اطلع ادي تصريح تمام براحتك، محدش قال لأ، بس يعني ايه بعد التصريح دوت حاول ان ما يكونش فيه تعريض، حاول ان ما يكونش فيه كذب، لان اكيد المصريين من كل المستويات ما راحوش مدينة العالمين ولا يقدروا يروحوها. يعني عايز تفهمني ان المصري اللي معاش 4000 جنيه هيروح مدينة العالمين الجديدة؟ المصري اللي مشكلته ان كيلو الطماطم ب70 جنيه هيروح العالمين؟ والله المصري اللي مشكلته ان اللحمة ب500 جنيه، المصري اللي مشكلته ان الرز ب30 جنيه، المصري اللي مشكلته ان هو مش عارف ياكل عياله، المصري اللي مشكلته مش قادر يجيب الدواء، المصري اللي مشكلته مش قادر يروح للدكتور، المصري اللي تعب ده، يعني معلش هيروح يقضي العيد في العالمين؟ ده في مصريين بياكلوا من الزبالة، هيروح يقضي ازاي من كل المستويات؟ من كل، اولا مدينة العالمين من مستوى الاغنياء. اما تقول مثلا السياح، لقيت سياح بيقولك انا لقيت على الشط سياح واجانب، تمام انا صدقك، انا اقول تمام فعلا هي مدينة سياحية السياح هيجوا، لكن المصريين غير مستفيدين تماما. هيستفيدوا ايه من العالمين؟ واحدة زي هتستفيد ايه من العالمين؟ مش هتقدر تروح العالمين، يروح الاغنياء. هشام طلعت مصطفى تمام، احمد موسى انت لانك بتاخد ملايين، بتقبض ملايين واكيد عندك فيلل هناك وشاليهات، اوكي انا صدقك، انما مش تيجي تقول لي تطبل وتزمر وتقول اصل انا كل المصريين بيروحوا مدينة العالمين. لا، كذب، ولا كل المستويات تقدر تروح مدينة العالمين. اقول لك مش كل المصريين حتى قادرين يروحوا اسكندرية، مش كل المصريين قادرين يروحوا جمصة يا شيخ، جمصة. لا، انت عايز تقول لي ان الوقت نسبة الفقر من الجهاز بتاع المركزي للإحصاء 60% و70% تحت خط الفقر، وتقول لي المصريين كلهم انا شفتهم هناك؟ هقول عليك كذاب، هقول عليك معرض، هقول عليك منافق. اديني حاجة اعقلها، كلمني بالعقل، ابوس ايدك كلمني، اطلع لي كده. يعني ان ما طلعتش تعرض في التلفزيون، طلع تعرض على تويتر. يا عم يا راجل، يا راجل بلاش استفزاز للناس. ليه ليه الاعلام المصري مصر انه يستفز الناس؟ في اصرار عندك يا احمد يا موسى، يعني مدى الكره. انا اكرهك في الله، انا اكرهك في الله. اديني كلمه واحده صدق، اديني معلومه، يعني حتى وانت بتعيد وبتقضي الاجازه خليها بينك وبين نفسك بقى، لان في ناس مش لاقيه. يعني مراعاه للمشاعر شويه، مراعاه مشاعر الناس. انت عارف كويس ان في ازمه اقتصاديه، وطلعت تقول لي اصل انا كنت في العالمين. ما انت بتاخد ملايين يا باشا، 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 على راي ضياء العوضي الله يرحمه، باشا، انت بتاخد ملايين يا باشا، باشا. الناس مش لاقيه، احمد موسى الناس مش لاقيه. طب إيه الناس يعني اكبر طموحها انها تكفي اكل وشرب لولادها بس.
لقمة العيش، هتجيب العيش النهارده ازاي، هتجيب الاكل النهارده، ما بنفكرش بكره. لا 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 لا، المصريين ما عندهمش بكره، يفكروا في ايه؟ يفكروا في النهارده. بس مش تقول لي وتكذب وتقول لي كل المستويات يا راجل. طب ردوا عليه انتوا في التعليقات يا جماعه، بجد ردوا عليه في التعليقات. هل ان المصريين كلهم راحوا العالمين؟ يعني بجد يعني كمية. أنا صدقك لما تقول سياح وأجانب، إنما صدقكش لما تقول كل المصريين وكل المستويات. لا معلش، مش كل المستويات. يعني ده في مرتبات هزيلة هزيلة. في مرتب ما بتكفيش، حتى لو انت في مرتب موظف لو دفع كهرباء وميه وايجار خلاص. على من ايه ومستويات ايه يا منافق؟ يا منافق، انهي مستويات؟ جماعه ردوا على احمد موسى يا جماعه. هل انتوا رحتوا؟ طب هنطلع كده الفيديو وحضراتكم تكتبوا لي في التعليقات رحتوا العالمين ولا لا. هل انتوا فعلا رحتوا العالمين زي ما احمد موسى بيقول؟ لا طبعا، مش كل المستويات. انا صدقك لما تقول اجانب وسياح، تمام، مقدرتهم، انما مش مقدرة المصريين ابدا. لا مش مقدرة المصريين. بطل اجيب لك طبلة ولا محتاج؟ انا حاسه يا احمد يا موسى ان الطبلة بتاعتك اتخرمت من كتر. قولوا لي بالله عليكم، قولوا لي في التعليقات، هستنى رايكم. توحشوني جدا للفيديو الجاي. لايك وشير فضلا وليس امرا. مع السلامه.